السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن مبدأ اقتصادي مهم جدا بيتكرر معانا يوميا في البيزنس وفي حياتنا الشخصية. مبدأ تكلفة الفرصة البديلة opportunity cost. ممكن من اسمه تحس ان هو صعب او اكاديمي شوية، لكن في الحقيقة هو فكرته بسيطة جدا. الحكاية ان احنا عايشين بموارد محدودة من وقت ومجهود وفلوس وموارد تانية. فانت في اي وقت بتاخد قرار انك تعمل حاجة بيكون على حساب انك تتنازل عن حاجة تانية ينفع تعملها بنفس الموارد المتاحة. وخلونا نضرب مثال عملي يبسط الفكرة شوية. تخيل انك عندك محل تجاري في مكان حيوي، وقدامك اختيارين: اما انك تأجره ب20,000 جنيه في الشهر، او انك تشغله بنفسك في نشاط تجاري انت بتفهم فيه وهيعمل لك ارباح 15,000 جنيه في الشهر. فانت لو اخترت انك تشغله بنفسك، فانت بتتنازل عن الفرصة البديلة اللي هي الايجار. وتكلفة الفرصة البديلة في الحالة دي 5000 جنيه، الفرق بين ال20 وال15. لكن مش في كل الأحوال بيكون القرار الصح إن أنت ما تشغلوش. ممكن تقول انا هشغله وهتحمل تكلفة الفرصة البديلة على المدى القصير اللي هم ال 5000 جنيه، مقابل اني على المدى البعيد المحل ده هيعمل ارباح اكتر بكتير من اي ايجار متوقع في الفترة دي. ولما بتفكر بالطريقة دي انت تحسب حسبتك على المدى القصير والمدى البعيد، بتقدر تاخد قرارك على اساس صح بناء على ظروفك واحتياجاتك على المدى القصير والمدى البعيد. واحنا في حياتنا اليومية بنمر بقرارات كتيرة بتظهر فيها فكرة الفرصة البديلة. تروح الجيم ولا تخرج مع اصحابك، تقعد على السوشيال ميديا ولا تقرأ كتاب، تتفرج على فيديو تعليمي ولا تتفرج على فيديو ترفيهي، وهكذا. وبالممارسة ومع الوقت هتلاقي نفسك بتسأل نفسك السؤال ده بشكل تلقائي: هو انا لو عملت كده هتنازل عن ايه في المقابل؟ وتقدر تحسب حسبتك بشكل صح وتاخد قراراتك مبنية على اساس صحيح. الفيديو ده كان محطة في رحلتنا لتبسيط مفاهيم البيزنس، ونحاول نقدم ادوات عملية تساعدنا في اتخاذ قراراتنا بشكل اصح. لو عجبتك الفكرة اعمل لايك وشير وتابعنا عشان توصلك فيديوهاتنا الجاية وتكمل معانا الرحلة. والسلام عليكم.